مين فينا ما بيحبش الرز بلبن؟ وصفة بسيطة ومغذية، وكمان بتبقى مهمة جدا للأطفال من سن سنة والكبار كمان. هنتعلم النهاردة في وصفتنا ازاي نعمل الرز بلبن كريمي ويطلع زي الجاهز بالظبط، بنفس الطعم ونفس التكنيك بتاعه بالظبط. خليكي معايا كمل الفيديو، هيطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. لو اول مرة تشوفيني، انا هبة ودي قناتي. ادخل قيم المحتوى وقوليلي رأيك في التعليقات ونبدأ وصفتنا. حلة على النار، هنحط فيها لتر مية، هنستناه لما يغلي. بعدين هنحط فيها كوباية رز بالمج الشاي بتاعنا العادي خالص، هنحطه وهنستناه لما يستوي. هنفضل نقلب فيه عشان ما يتحرقش من تحت لغاية ما الرز بتاعنا يبقى الشكل ده، نص سوا. المية قربت بتاعته تتشفط. وبعد كده هنحط نص لتر حليب او نص كيلو لبن حليب، هنحطه مع الرز والمية. خلاص هنحط نص لتر او نص كيلو، هنقلب فيهم لغاية ما الرز تكمل السوا بتاعها مع اللبن اللي حطيناه ويشرب اللبن بتاعه، وتبقى حباية الرز كده استوت تماما تماما خالص مع اللبن الحليب. هنحط كوباية، حوالي نص كوباية لكوباية الا ربع كوباية السكر حسب الرغبة. هنيجي لأول تكنيك في الرز بلبن بتاعنا، هناخد كوباية من الرز اللي استوى، وبعدين هنحط عليه نص لتر حليب تاني. يعني احنا كده اخدنا كيلو لبن. هنحط معاه معلقتين كريم شانتيه، معلقتين كريمة لباني، ومعلقتين كريم كراميل. سر الطعم كله بتاع الجاهز في الثلاث حاجات دول: 2 كريم شانتيه، 2 كريمة لباني، و2 كريم كراميل. اضربي كل المكونات دي في الخلاط، وهنضيف عليهم ربع كوباية نشا. هنكمل شفشق الخلاط بنص لتر او الباقي لبن او مية. انا كملته مية، يعني الخلاط في نص لتر حليب وكملت نص مية على ربع كوباية النشا ومعلقتين الكريم شانتيه واللباني والكريم كراميل. بعد كده ضفتهم على الرز بلبن اللي كان في الحلة، وقعدت اقلب طبعا على نار هادية لغاية ما يتكون معانا خليط كريم. ضفت ظرفين فانيليا، وحطوا فانيليا اللي هي الكياس عشان الفانيليا السائلة هتغمق اللون بتاع الرز بلبن، مش هتخليه ابيض، عشان هي الفانيليا السائلة لونها بني. فلو انتي مش هيفرق معاكي يبقى تمام، حطي سايلة. سيبنا الرز بلبن بعد ما استوى، اديكوا شايفين هو طلع كريم ازاي، خطير يا جماعة. السكر مظبوط، القوام مظبوط، والطعم مظبوط. السكر تقللي او تزودي ده حسب الرغبة. طبعا بعد لما يبرد شوية هنحطه في البولات بتاعتنا، اي بولات هتقدمي فيها. معايا كمان كنافة حمرتها في الفرن، وانا شرحتها في فيديو قبل كده ازاي نحمرها في الفرن، وهحطها في البولات عشان تبقى زي الجاهز بالظبط. دول هنزينهم ونخليهم زي الجاهزين بالظبط. هنحطهم في القاع، وبعد كده هنضيف عليهم الرز بلبن. لو عايزاه يخف عن كده، لو انتوا بتحبوه خفيف عن كده، زوديله كوباية لبن قبل ما تطفي عليه على النار، وسيبيه بعد كده يبرد شوية. هنا دي معايا حاجات التزيين اللي هنزين بيها. هعلمكم طريقة التزيين ازاي نزين باحترافية يبقى شكل الجاهز بالظبط. ده صوص فراولة من عند مستلزمات الحلواني. ده بسكوت مطحون وبسكوت لوتس، فول مطحون، وورق جوز هند، اللي هي الجوز هند يبقى الورق صحيح. ومعانا الصوصات بيستاشيو ولوتس ونوتيلا وقهوة.
طبعا عايزة الخطوة دي اختيارية تماما، عايزة يتاكل كده تمام، عايزة يتزين بالطريقة اللي هوريها لك ده تمام. اول واحد حطيت عليها النوتيلا البني، تاني واحد نوتيلا بيضة، وده هحط عليه كريمة البيستاشيو او صوص البيستاشيو، ودي حطيت عليها قطع فراولة، وهحط عليها جيلي فراولة من فوق. خطيرة دي جماعة. اديني دوبت معلقة جيلي في كوباية مية سخنة وحطيتها فوقيها، ودي القهوة، وبوزعها بكده عشان في الكاس. ودي خطيرة دي جماعة اللي بصوص الفراولة، خطيرة خطيرة خطيرة. ودي الكلاسيك العادية، مكسرات وعليها زبيب، دي اللي بيفضل، ودي سادة خالص. دول الأنواع بتاع التزيين، زيناهم بالشكل ده. للي بيحب الصوصات فوق الرز بلبن عشان يبقى جاهز زي الجاهز بالظبط، كمان أحلى وأنضف وأجمل، الطعم كريمي بجد. الوصفة لذيذة جدا جدا، مش هتشبعوا منها. الكمية اللي احنا عملناها دي بتعمل من حسب البولة طبعا وحجمها، بتعمل من 6 ل10 بولات حسب الحجم. جربوا الوصفة، قولولي رأيكم في التعليقات اللي جربها. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد، وسبسكرايب للفيديو عشان انتي تستفادي وغيرك تستفاد، والقناة تكبر وتقدر استمر بوصفات كتيرة ليكم. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.